السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. راح نعمل واحد خلطة بإذن الله سبحانه وتعالى إن شاء الله لقصيص هذوك المركانات. هذه الخلطة هعمله إن شاء الله الرحمن الرحيم أول مرة، وإن شاء الله بينجح. هذا شبيت، كثير من الناس بيعرف شنو هو الشبيت. هذا عنده واحد ريحة غنية جدا، احنا بنستخدموها دائما مع الضلمة، وممكن تستخدمه مع اي اكل. هذا هم اساميهم، وبالعربي اسمه شبيت. هذا هو بيشبه الفوقية تبع البزباز. وقلنا نجيب شوية تبع الكاكا الله يعزكم تبع الدجاج، وبنخلطهم هكذا، ومع هذا العلف بنخلطهم، وشوية الرمل. قلنا الرمل تبع الواد او تبع البحر مش مشكلة، البحر فيها ملوحية ما مزيانش. كنخلطه وبنحطه في المركان ان شاء الله الرحمن الرحيم، وبنزرع فيها شبيد او بنزرع فيها بصل او بنزرع. هذا خلطة تحفة، كتخلطه منيح. شفت غير التراب تبع القصايص، هذا اللي بيسموه ترمس. هذا هو بنخلطه منيح، وبنحطه هنا، وبنحطه هذا وعلى الجنب، ونعطيها المية او بنحطه تحت هناك. بالصيف كتعطيها مية لما حسيت نشف تماما، وبالشتاء ما يحتاج تعطيها شغلة. هذا هو اللي موجود ان شاء الله الرحمن الرحيم. هذا هو النتيجة تبع الشبيت. إن شاء الله الرحمن الرحيم بينجح كما نجح كل حاجة بهذه الطريقة. وهذا هو الخلطة اللي قلنا عملناها بإذن الله سبحانه وتعالى. طبعا أنا معزوم أروح أشرب الشاي. تتذكروا لما زرعت النعناع وحكيت هذاك الفيديو للتراب، ولما قسيس كيموت عندي واحد فيديو، شوفوا كيف طلعوا ما شاء الله الرحمن الرحيم. هذا كان صغير، هذا صغير ما شاء الله. شوف، إذا هذا التراب اللي الخلطة اللي بنعملوها إن شاء الله يكون ناجح، والله يعلم. السلام عليكم.